اخباركم ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. انا مش وحشتكم؟ انا النهارده جاي احكي لكم حدوته. عارفين عن ايه؟ هحكي لكم حدوته عن بنوته جميله اسمها سلمى. دايما معاها اصحابها يقولوا لها ايه ده ايه ده انت شعرك شبه الاسفنجه. انت شعرك شبه ايه؟ طب ده ينفع يا اصحابي؟ راحت سلمى زعلت منهم يا اصحابي وقالت لهم لا بالعكس، ده انا شعري جميل ومميز، وعلشان هو مميز انتوا عرفتوا ان هو مختلف، وانتوا علشان مش حلوين بتقولولي كده. طب ينفع احنا نقول لسلمى كده؟ لا. لما بيتريقوا عليها اللي بيعملوه ده اسمه ايه؟ اسمه تنمر. اسمه ايه؟ اللي بيقول لحد حاجه وحشه بيقول له ايه؟ ها؟ لا علوا صوتكم مش سامعه. بيقول له انا اسف. بيقول له ايه؟ واحنا نتعود دايما يا سمارت ستارز نطلع الكلمة الحلوة. نطلع الكلمة ايه؟ يبقى احنا لما هنقول لحد كلمة هنقول له كلمة حلوة ولا كلمة وحشة؟ عمرنا ما هتطلع مننا الكلمة الوحشة لحد، سواء كان شعره مختلف كيرلي او شعره قصير، او كان هو لبسه مش شبه لبسنا يا سمارت ستارز، او كان لابس نظارة. كل الحاجات دي حاجات مختلفة وجميلة. اتفقنا؟ طب يلا نقول باي للجدة. النهارده معانا الدرس بتاعنا بتاع الكائنات الحية والكائنات الغير حية. اوكي، دلوقتي احنا امبارح عرفنا الكائنات الحية اللي هي بتنمو وتتكاثر وبتتكلم وبتتحرك وبتلعب وبتعمل كل حاجة. انما الكائنات الغير الحية ما بتعملش حاجة غير لو احنا خليناها تعمل الحاجة دي. ايه يا ادم؟ زرافة. الزرافة دي كائن حي وبيتحرك ولا كائن مش حي؟ كائن حي. هنحطها هنا ولا هنا؟ برافو عليكي يا مالك.